لو فاكرين ان المكرونة يعني صلصة وبشاميل وبس، يبقى لسه ما فاتكم كتير. النهاردة هنروح لقلب دمياط عشان نعرف سر العزازية، قوام الكريمي والوش المكرمل والريحة اللي بتجيب لآخر الشارع. لو عاوزين تعرفوا ازاي بشوية مكرونة ولبن نطلع العظمة دي، شايفين الجمال وشايفينها قد ايه هي متماسكة؟ يعني هتعمليها من اول مرة وكأنك هتبقي خبيرة فيها. كملوا الفيديو ده وما تنسوش دعموني باللايك والاشتراك. يلا بينا نشوف الطريقة. معايا كوبايتين مية ضفتهم في قلب الحلة وسبتهم لحد ما غلوا، ومعايا كوباية مكرونة ضفتها في قلب الحلة، وبعد كده هبدأ اقلب المكرونة بالشكل ده وهنسيبها على نار متوسطة. تمام. وبعد كده حبايبي الخطوة اللي جاية هغطيها لحد ما تاخد غلوة، وبعد كده هنرفع الغطا. وشفتوا المكرونة بدأت تستوي ازاي؟ وهنفضل نقلب كل شوية عشان خاطر المكرونة متلزقش في قعر الحلة. وفي الخطوة دي هنبدأ هنا زي ما حضراتكم شايفين هنهوي الغطا شوية، وهبدأ ارفع الغطا الحلة، وكده وصلت لشكل المكرونة المطلوب، بتبقى مستوية زيادة عن اللزوم. وفي الخطوة دي هنبدأ نرفع الحلة من على النار. الخطوة اللي جاية معايا كيلو لبن اسمها نصين زي ما حضراتكم شايفين كده، ومعايا كوباية سكر، ومعايا فانيليا سايلة، ومعايا كوباية الا ربع من النشا. والخطوة اللي بعد كده هجيب المكرونة اللي انا مطيباها على النار وهضيف عليها اول نص كيلو من اللبن. والخطوة اللي بعد كده هضيف كوباية السكر. تمام، هي كوباية السكر بتبقى حلوة قوي، بيبقى سكرها مظبوط. وبعد كده هضيف كوباية الا ربع من النشا. تمام. شفتوا لحد دلوقتي الخطوات سهلة وبسيطة ازاي ومكونات بسيطة جدا. بعد كده هضيف شوية فانيليا سايلة تدي طعم حلو قوي للعزازية. وبعد كده هقلب كل الحاجات دي في قلب بعض زي ما حضراتكم ما شايفين كده. تعالوا بقى بعد كده نضرب كل الحاجات دي. وانا هنا معايا هاند بلندر هضربهم كلهم في قلب بعض، ولو عندك خلاط ومش متوفر عندك الهاند بلندر عادي ينفع كل الحاجات دي في قلب الخلاط، ما تقفيش على حاجه. وكده بعد ما ضربنا كل الحاجات في قلب بعض، والخطوه اللي جايه انا معايا هنا حله فاضيه. تمام. وبعد كده معايا مصفى وهضيف فيها الحاجات اللي احنا ضربناها. تمام. اهم حاجه ان احنا لازم نصفي الحاجات دي كويس قوي بالمصفى زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا بقى، شايفين انا هنا بعد ما صفيت كل الخليط اللي اتضرب اتبقى ايه معانا في المصفى؟ اتبقى معانا لسه دي مكرونه. انا هنا مش هرميها، انا هنا هضيفها في قلب الحله تاني وهزودها شويه لبن وهرجع اضربها تاني. تمام. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، انا شفتوا هنا بضربها تاني بالهاند بلندر ازاي. ولو حابين تضربوها في الخلاط مفيش اي مشكله خالص، تنفع. بعد كده يا حبايبي الخليط اللي احنا ضربناه اللي هو الباقي المكرونه اللي احنا صفيناها، هجيب الحله الاولانيه اللي احنا صفينا فيها، هبدا اضيف بقى الخليط التاني. انا في المرحله